السلام عليكم. العطش المستمر والتبول المتكرر ديت من أشهر أعراض السكر في بدايته. ليه الأعراض دي بتظهر على المريض؟ وإيه هو معدل التبول الطبيعي للمريض؟ وإمتى نقول إن كده عدد مرات التبول تعتبر كتير؟ أول وأشهر الأعراض الإصابة بالسكر هو التبول المتكرر. متوسط عدد مرات التبول يوميا من 6 مرات ل8 مرات. أكتر من كده يوميا ممكن نشك ان انت يكون عندك سكر. لما يرتفع معدل السكر في الدم، الكلى بتحاول توازن او تظبط مستوى السكر في الدم بان هي تخرج الكميه الزايده ديت عن طريق البول، او لما يخرج لمجرى البول بنقولها بالعربي كده بيشد معاه ميه كتير، فبيحصل ان عدد مرات التبول بيزيد. بالتالي تاني عرض على طول معانا اللي هو العطش المستمر. لما يحصل تبول كتير الجسم زي ما قلنا البول بينزل نزول لكميه الميه مع السكر بكميات كبيره، فبالتالي بنعطش كتير. بيحتاج الجسم ان هو يعوض كميه الميه اللي فقدها عن طريق البول. ثالث عرض عندنا هو الجوع المستمر، بسبب ان خلايا الجسم مع مريض السكر ما بتعرفش تستفيد كويس من الجلوكوز اللي موجود في الجسم، مع ان في جلوكوز في الجسم بس الخلايا ما بتستفيدش منه كويس. بالتالي تحس ان هي كانها عندها نقص جلوكوز، فبالتالي يحصل احساس شديد بالجوع. العلامه الرابعه فقدان الوزن بشكل ملحوظ وغير مبرر. يعني ما بعملش دايت، ما بعملش اي حاجه ومع ذلك جسمي بينزل، ودوت بسبب ان الجسم بيستمد اكتر طاقته من تحليل الدهون او من تكسير الدهون الموجوده واستخدام الدهون كمصدر للطاقه بدلا من الجلوكوز. دوت بيخسس الجسم معانا. نزول الاملاح والفيتامينات مع التبول الكتير مع كميه الميه الكتير دوت بيظهر معانا موضوع نزول الوزن بشكل ملحوظ. خامس علامه من علامات مرض السكر هو ان انت يكون عندك اجهاد مستمر وتعب مزمن غير مفسر، مش معروف سببه ايه، مش واضح سببه ايه، ودوت نتيجه عجز الخلايا عن استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقه. سادس عرض عندنا ودوت بسبب اختلال توازن السوائل في الجسم، سوائل نازله من مكان، سوائل زايده في مكان، جفاف في مكان، فبيحصل عندنا ضبابيه في الرؤيه وعتامه في الرؤيه، ده بسبب فقدان توازن السوائل في الجسم. سابع علامه من علامات السكر هو تنميل وخدلان ووغز في الاعصاب والام شديده جدا في الاعصاب، تلاقي لسع، شكشكه، تنميل، ضعف في اعصابك، ضعف غير مبرر في اعصابك. لما تفحص تكتشف ان انت ممكن يكون عندك بدايه الاصابه بالسكر او يكون عندك سكر فعلا، ودوت سببه الاساسي ضعف الدوره الدمويه اللي بيحصل مع السكر، وبسبب نقص الامداد الدموي للاعصاب. ايوه يا جماعه احنا متفقين ان الاعصاب ليها امداد دموي برضه وليها تغذيه دمويه زيها زي اي عضو في الجسم. لما بتضعف التغذيه الدمويه ديت، لما بتضعف التغذيه الدمويه للاعصاب بتضعف معانا الاعصاب، فبيحصل خدلان، تنميل، بيحصل لسع، بيحصل اي حاجه تدل ان الاعصاب معتله. وبسبب ضعف الدوره الدمويه دوت بنوصل معانا للعرض الثامن اللي هو ضعف التئام الجروح. لما تتعور ما بتخفش بسرعه، الجروح بتاعتنا ما بتلتئمش بسرعه. اي جرح يطول معاك الالتئام بتشك في ان انت يكون عندك سكر. طيب ايه اللي يخلي الجروح ما تلتئمش كويس في السكر؟ حاجتين: سبب ضعف الغذاء الدموي والتغذيه الدمويه وصل الجرح بسبب السكر، والسبب الثاني هو ان انت ممكن يحصل عندك التهابات وتلوث بسهوله لجرح مريض السكر. على الرغم من ان السكر من الامراض المزمنه الوحشه جدا، الا انك لما بتكتشفه بدري يسهل السيطره عليه. لما تصاحبه بيصاحبك، لما تهتم بيه بيبقى كويس معاك، ما بيحصلش معاك اي مضاعفات. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. سؤال بيتكرر كتير من العيانين: يا دكتور، هو السكر اللي عندي دوت ممكن يخف؟ هل ممكن اتعالج من السكر اللي عندي دوت نهائي؟ الاجابه ايوه، وبالتجربه العلميه والعمليه، بس مش لكل الانواع من السكر.
احنا عارفين ان السكر انواع، في نوع منهم معتمد على الانسولين اللي هو النوع الاول زي احنا ما بنقول، ودوت البنكرياس ما بيفرزش انسولين خالص، ودوت لازما الاعتماد على الانسولين مدى الحياه. خلاص المصنع باظ. وسكر تاني البنكرياس بتاعه مرهق شويه، او مش قادر يخرج انسولين كفايه، او في مقاومه للانسولين ودوت اسمه النوع الثاني، وبيعتمد على اقراص معظمها منشطه ومعظمها بتحسن حساسيه الجسم للانسولين وتخلي الانسولين اللي بيخرج من البنكرياس يشتغل كويس ويجيب نتائج كويسه مع السكر. هنشرح الاول التجربه ونقول حيثيات التجربه وايه الظروف اللي انعملت تحتها التجربه ديت، وساعتها نقول لك انت ممكن تخف تماما من السكر ولا لا، وانه نوع فيهم اللي ممكن يخف من السكر تماما. لما بيجي العيان يسال يا دكتور هل فعلا ممكن السكر اللي عندي يخف؟ بقول له ايوه ممكن، بيتحسن جدا لدرجه ان السكر بيرجع طبيعي من غير دواء. العلماء بيسموا المرحله ديت اسمها الريميشن. يعني ايه ريميشن؟ يعني المرض نام شويه كده واختفى، اتبعنا معاه شويه اساليب خلاته نايم. والريميشن ده هو يعني ان السكر يرجع يبقى طبيعي من غير اي ادويه لمده سنه او اكتر، لو حافظنا على النظام اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده. يعني تتبع نظام حياه وحميه غذائيه معينه ونمط حياه صحي يخلينا منيمين السكر منا ومسيطرين عليه لدرجه ان احنا ما نحتاجش ادويه سكر خالص. وطول ما احنا ماشيين على النظام دوت ممكن ما ناخدش ادويه سكر ونعتبر نفسنا خفينا من السكر نهائيا. طيب ايه هي الدراسات اللي اتعملت ديت؟ ايه هي الابحاث العلميه اللي اثبتت الكلام دوت؟ اول حاجه في دراسه اسمها دايركت اتعملت في بريطانيا. الناس هناك خلوا المرضى يمشوا على نظام اكل قليل جدا في السعرات الحراريه، يعني ياخد حوالي 850 سعر حراري بس في اليوم، والنتيجه كانت مبهره. حوالي نص الناس اللي اتعملت عليهم التجربه ديت اتحسنوا جدا، ووقفنا لهم ادويه السكر تماما. كمان بعض العيانين خلوهم يخسوا من 15 كيلو من وزنهم، 86% منهم دخلوا في مرحله شفاء تام. يعني العيانين اللي خسسوهم حوالي 15 كيلو من وزنهم كمان معظمهم خف من السكر تماما. يعني كل ما تخس اكتر كل ما البنكرياس بتاعك يبدا يشتغل احسن ويعرف يكفي جسمك واحتياجات جسمك من الانسولين. من هنا يبقى انت فعلا ما عندكش نقص في الانسولين بالنسبه لجسمك، فانت كده كانك ما عندكش سكر. طب يا دكتور سمعت ان في عمليات جراحيه بتخفف من السكر تماما، هل الكلام ده صحيح؟ ايوه، جراحات السمنه زي تحويل المسار او تكميم المعده بتخلي السكر يتحسن بسرعه جدا، احيانا قبل ما الوزن ينزل كمان، يعني مش قبل ما تخس سكرك بيتحسن. ودي بسبب تغيرات في هرمونات الجهاز الهضمي زي الهرمونات اللي هي GLP-1 اللي بتساعد الانسولين انه يشتغل كويس تاني وبكفاءه عاليه جدا. عمليات التكميم وتحويل المسار نتائجها جباره في التخفيف من السكر. سؤال، طب لو انا مش عايز اعمل عمليات، مشي على النظام الاولاني اللي هو مش لازم تعمل عمليه خالص، لكن لازم تغير اسلوب حياتك، تخس من 10 ل 15 كيلو على الاقل من وزنك، تاكل اكل صحي ومتوازن ومحسوب، تقلل سكريات ونشويات، تمشي او تلعب رياضه كل يوم نص ساعه، 150 دقيقه في الاسبوع، نص ساعه كل يوم لمده 5 ايام من الاسبوع. تتابع مع دكتورك عشان لو السكر نزل قوي يبدا يقلل لك العلاج واحده واحده. يعني برضو ما بنمنعش العلاج مره واحده، احنا بنبدا نتبع النظام الغذائي دوت ونظام تخسيس ونظام رياضه، ونبدا نراقب. اول ما يبدا السكر يظبط او يقل بنقلل لك علاجك واحده واحده لحد ساعات ما بتوصل ان احنا ممكن نشيل العلاج نهائيا. طيب يا دكتور هو كده معناه ان السكر خف خلاص؟ الاجابه تقدر تقول ان السكر نيمنا مش اختفى. لو رجعت للاكل الغلط تاني او زاد وزنك تاني السكر ممكن يرجع، لكن الجميل ان احنا عرفناك الطريق، عرفناك ان انت تخس، تظبط اكلك، تلعب رياضه، ممكن السكر يروح منك تمام. الخلاصه السكر النوع الثاني مش حكم مؤبد، لكنه انذار بيقول لك
غير حياتك وانا هسكت. يعني بيقول لك امسك نفسك وانا همسك نفسي. السكر من النوع الثاني هو اللي بيتحسن على النظام اللي احنا قلنا عليه ده. السكر من النوع الثاني بيقول لك خد بالك من نفسك، امسك نفسك في اكلك، اظبط جسمك، غير نمط حياتك، العب رياضه، وانا هسيبك براحتك ومش هجيلك تاني. لكن لو لخبطت في اكلك، وزنك زاد، انا هرجع لك تاني وممكن اشرس من الاول كمان. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بتجيلنا عيانه حامل في الشهر السادس، راحت للدكتوره قالت لها والله انت عندك سكر حمل. قاعده مع زميلتها في العياده قالت لها والله ده انا جالي سكر الحمل دهوت وبعد الولاده خف تماما وراح مني. عيانه تانية قاعده معاهم في العياده قالت لها لا والله ده بعد الولاده السكر كمل معايا واصبحت مريضه سكر وماشيه على علاج سكر مدى الحياه. ايه هو سكر الحمل؟ بنشخصه ازاي؟ ايه مضاعفاته؟ هل هو فعلا بيكمل معانا؟ هل هي اصلا كانت مريضه سكر قبل ما تحمل؟ هل فعلا هيبقى عندها سكر بعد الولاده؟ طب ايه اعراض سكر الحمل؟ بنعرفه ازاي؟ بنكتشفه امتى؟ ايه مضاعفاته على الام والجنين؟ ايه علاجاته؟ هل فعلا العيان هيخف منها بعد ما تولد ولا هتكمل مريض سكر؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. ايه هو سكر الحمل؟ سكر الحمل يعني ان مستوى السكر في الدم بيعلى لاول مره اثناء الحمل، غالبا في النص الثاني من الحمل، وده بيحصل لما هرمونات الحمل تمنع الانسولين انه يشتغل كويس. يعني ببساطه جسمك في الحمل بيحتاج انسولين اكتر، ولو البنكرياس مش قادر يوفي طلبات الجسم من الانسولين السكر بيعلى في الدم، وغالبا بعد الولاده بيروح لوحده. بس المهم نكتشفه بدري علشان نحمي الام والبيبي من اي مضاعفات. مين اكتر واحده ممكن يجي لها سكر حمل؟ مش كل الحوامل معرضين بنفس الدرجه، بس في عوامل بتزود احتماليه ان انت يجيلك سكر حمل. لو الوزن زايد او في سمنه قبل الحمل، لو في حد في العيله عنده سكر، والدك او والدتك كان عندهم سكر، لو حصل سكر حمل قبل كده، لو ولدتي قبل كده طفل كان وزنه اكتر من 4 كيلو، ديت برضو منذرات ان انت ممكن يكون كان عندك سكر حمل. لو عندك تكيس مبايض، لو في قله حركه ونشاط وبدانه وقله مجهود، لو سنك فوق ال 30 واول مره تحملي، ده احتمال يدي عندك سكر حمل. ازاي بنشخص سكر الحمل؟ الفحص بيبدا عاده بعد الاسبوع ال 24 او الاسبوع ال 28، يعني الشهر السادس او الشهر السابع. ولو في عوامل خطوره من اللي احنا قلنا عليها قبل كده، ده الدكتور بيطلب التحاليل بدري شويه، ما بيستناش للشهر السادس او السابع. اشهر اختبار هو اختبار تحمل الجلوكوز، اورال جلوكوز توليرانس تيست. بنصوم 8 ساعات، بنحلل سكر صايم، بتشربي محلول فيه 75 جرام جلوكوز، بنعمل تحليل سكر بعد ساعه وساعتين. النتائج اللي بنعتمد عليها كالاتي: لو الصايم بتاعك اكتر من او يساوي 92، لو بعد ساعه كان اكتر من او يساوي 180، لو بعد ساعتين كان اكتر من او يساوي 153، لو اي رقم فيهم طلع اعلى يبقى في سكر حمل. ده الكلام ده طبقا لكلام منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه سنه 2024. ازاي بيتعالج؟ الخبر الحلو عندنا ان اغلب الحالات بتتظبط من غير ادويه، بمجرد التزامك باكل صحي وحركه منتظمه، بس لازم متابعه مستمره مع الدكتور. اول حاجه تعديل نمط الحياه، نظام اكل متوازن. اين ناكل نظام اكل متوازن؟ خلي وجباتك صغيره ومتكرره، يعني ناكل من 5 ل 6 مرات في اليوم بدل ما ناكل وجبتين او 3 مليانين. قللي السكريات والعصاير والحلويات، كلي نشويات مفيده زي اللي في الشوفان، العيش البلدي، زي اللي في البقوليات. خدي بروتين كفايه، زودي البروتين زي لحوم خفيفه، بيض، لبن، فاكهه باعتدال. كل ديت احسن من ان انا ناكل سكريات ونشويات كتير. نقيس السكر في البيت قبل الاكل وبعده بساعتين. الاهداف بتاعتنا
ان الصايم بتاعنا يكون اقل من 95، بعد الاكل بساعتين يكون اقل من 120. لو السكر في المستوى دوت، اذا احنا مش محتاجين ناخد ادويه، هنبذل نشاط بدني معتدل زي مشي نص ساعه كل يوم. طب بعد ما تسالي الدكتوره طبعا وتقولي لها مثلا والله الكلام دوت مناسب للحمل بتاعي ولا لا، او اقدر امشي وانا حامل ولا لا. امتى نحتاج دواء؟ لو السكر فضل عالي اكتر من 95 الصايم او اكتر من 120 في الفاطر، بعد ما نستشير الدكتور. افضل ادويه طبعا الانسولين، ودي طبعا بجرعات بيحددها الدكتور، وفي ادويه زي السيدوفاج والجلوكوفاج وكده، بس برضه كلها تحت اشراف دكتور. ما تاخديش اي دواء من نفسك، امان البيبي اهم حاجه، لازم أن نكون مطمنين على صحه البيبي وصحتك قبل كل حاجه. ايه بقى تاثير سكر الحمل على الجنين؟ لو ما تعالجش سكر الحمل ممكن يسبب زياده وزن الجنين، يصعب الولاده طبعا لو وزن الطفل زايد، انخفاض سكر الطفل بعد الولاده، ودي حاجه بتخليه يحتاج يخش حضانه ضروري، ولاده مبكره، زياده احتمال الاصابه بالسكر بعدين ده للطفل. فالافضل والاسلم ان احنا نعالج سكر الحمل. بس لما السكر يكون متظبط الولاده غالبا بتبقى طبيعيه، البيبي بيكون سليم، سكره ما بيوطاش بعد الولاده، ما بيحتاجش يخش حضانه ولا حاجه. بعد الولاده بقى، هل سكر الحمل ده بيختفي؟ عاده بيرجع طبيعي بعد الولاده، لكن اللي جالها سكر حمل قبل كده عندها فرصه انها يجي لها سكر من النوع الثاني بعدين. يعني لو اول مره ممكن وممكن لا، لكن لو كان جالك قبل كده احتمال ان انت يجيلك سكر من النوع الثاني. طيب المتابعه بتاعتنا بعد قد ايه الولاده؟ ب6 اسابيع او ب12 اسبوع بنروح نحلل، طلعت التحاليل كويسه بنعمل كل سنه مره نطمن وخلاص. نعمل ايه علشان نمنع حدوث سكر الحمل ده؟ اول حاجه حافظي على وزن صحي قبل الحمل، كلي اكل متوازن، قللي السكريات والنشويات السريعه والبيبسي والحاجات اللي هي سكرها عالي دي. اتحركي بانتظام، مارسي نشاط رياضي، تابعي الحمل وما تهمليش التحاليل بتاعتك. الدراسات الحديثه بتقول ان النظام الغذائي اللي هو الميديترينيان دايت، اللي هو بيعتمد اكتر على الخضار والفاكهه والبروتين بنسبه كبيره، دوت انجح نظام غذائي ممكن نمشي عليه في حياتنا كلها، مش بس قبل الحمل ولا كده. الدراسات الجديده برضو بتقول ان الصيام المتقطع باشراف طبيب طبعا ممكن يجيب نتائج جميله جدا، ويحسن كمان مقاومه الانسولين معانا، ويحسن ويمنع عمليه سكر الحمل. اجهزه قياس السكر المستمره CGM بقت دقيقه جدا وامنه في بعض الدول. قله النوم اثناء الحمل بتزود خطر سكر الحمل بحوالي 40%، فاحنا ننام كتير. النوم الجيد بيحسن مقاومه الانسولين وبيحمينا من ان احنا ممكن يجي لنا سكر حمل بعد كده. اثبتت الدراسات ان المحافظه على اسلوب حياه صحي بعد الولاده بيقلل خطر اصابتها بالسكر للنصف تقريبا. الخلاصه، سكر الحمل مش حاجه تخوف، هو بس علامه ان جسمك محتاج توازن اكتر بشويه، محتاج تعديل في الاكل والحركه، تعديل نمط الحياه، محتاج متابعه مع الدكتور بدري شويه، تقدري تعيشي حمل صحي وتحمي نفسك انت والبيبي. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنتكلم في موضوع مهم جدا لحبايبنا مرضى السكر. كلهم بيشتكوا من ان هم على الرغم من ان هم محافظين على علاجهم في مواعيده، على الرغم من ان هم بياخدوا علاجهم بانتظام، الا ان سكرهم مش مظبوط. اول حاجه العيان بيجي يقول لك ليه يا دكتور السكر بيفضل عالي رغم اني باخد العلاج في ميعاده وجرعته مظبوطه وكل حاجه تمام التمام؟ ايه اللي بيخليه على طول عالي؟ كل ما بقيس الاقيه عالي. السؤال ده طبعا بنقول له بنطمنه ان دي مش شكوتك لوحدك، دي شكوى جميع مرضى السكر، وبنلفت نظره لكذا نقطه كده. اول حاجه ان الاكل يكون مش مظبوط. حتى لو بتاخد علاجك كويس، لو الاكل فيه كميات كبيره من النشويات زي العيش والرز، العيش الابيض، العيش الفينو والبطاطس والحلويات، السكر هيعلى اكيد. ما تقوليش اصل انا باخد علاج كويس. الحل بتاعك هتقلل النشويات البيضاء، العيش الفينو، العيش الشامي، الحاجات اللي هي سكريات صريحه دي.
قسم وجباتك على 3 وجبات رئيسيه ووجبتين خفيفين، يعني ناكل 5 وجبات، 3 كبار و2 سناكس كده. طيب ما تفوتش وجبه، لان الجوع برضه خد بالك بيعلي السكر، برضه الجوع بيخلي الجسم يفرز شويه هرمونات هي برضه بتعلي السكر، وانت في دماغك ان انت طالما مش هتاكل يبقى السكر بتاعك مش هيعلى. طبعا دي معلومه خاطئه. طيب لو ما عندكش انتظام في مواعيد الاكل والعلاج، طبعا لازم تظبط مواعيد الاكل بتاعتك. مش معناه يعني مش تفطر يوم الصبح وتفطر يوم الظهر وتفطر يوم، ثبت ميعاد الفطار، ثبت ميعاد الغداء، ثبت ميعاد العشاء، ثبت جرعاتك. لو انسولين او اقراص، لو مكتوب ان هو بيتاخد قبل الاكل، في انسولينات مثلا بتتاخد قبل الاكل بنص ساعه، في انسولينات لازم تتاخد قبل الاكل بربع ساعه، في انواع انسولين ينفع ان انا ناخده وانا باكل. فكل علاج لازما في ميعاده مظبوط، تثبيت جرعاتك، تثبيت اكلك، تثبيت مواعيد اكلك من ضمن الحاجات اللي بتساعد في تظبيط السكر. عندنا قله النوم او السهر. النوم القليل بيزود افراز هرمونات التوتر اللي هي زي هرمون الكورتيزون. ده بيرفع السكر حتى لو الاكل بتاعك مظبوط، يعني انت حتى لو ظبطت اكلك وظبطت جرعاتك بس النوم مش كافي، ممكن يخلي معدلات السكر بتاعتنا مش مظبوطه. فلازم نحافظ على ان احنا ننام مش اقل من 6 ل 8 ساعات كل يوم. الارهاق العصبي والاجهاد والتوتر والعصبيه والنرفزه دي بتخلي الجسم يفرز هرمونات ترفع السكر، حتى لو ما عندكش زياده في الاكل بتاعك فسكرك كده مش هتظبط. حاول تهدى، مارس رياضه خفيفه زي المشي. اتفقنا ان احنا مش عايزين منك اكتر من المشي. رياضه التنفس العميق دي بتحسن موضوع التوتر جدا، وهشرح لك بعد كده دور تمارين التنفس العميق في تخفيف التوتر. المشي من 20 ل 30 دقيقه يوميا بيخلي الجسم يستجيب احسن للانسولين، وبيقلل السكر بشكل طبيعي، وبيقلل من مقاومه الانسولين، وبيحسن عمليه الحرق. جرعه العلاج لو مش كفايه او محتاجه تعديل، بعد ما نعمل كل الحاجات، احتياطات الاكل والرياضه وتظبيط الوجبات وتظبيط المواعيد وتظبيط الاكل ومنع التوتر ومنع الادويه اللي بتعلي السكر وكده، ممكن نبدا نعلي بقى الجرعات او نغير في الجرعات او نغير في الادويه. لان طبعا مراجعه الدواء لازم تراجع طبيبك كل 3 شهور، وتعمل تحليل سكر صايم وتراكمي كل 3 شهور عشان تعديل الجرعات، علشان تغيير نوع الدواء. مفيش اي مشكله لو الدنيا مش جايبه معاك نتيجه. طيب لو انت ماشي على ادويه بترفع السكر، بتاخد كورتيزونات، بعض الادويه زي ادويه الضغط وادويه الاكتئاب، لو بتاخد دواء جديد عرف الدكتور بتاعك، لان ديت في ادويه منها بترفع السكر. طيب وجود عدوى او التهابات، لو عندك اي التهابات في اي مكان في جسمك، في اللثه، في مجرى البول، التهابات في المسالك البوليه، لو عندك خراج، السكر بيعلى تلقائيا على الرغم ان انت مظبط اكلك ومظبط جرعاتك وبتاخد علاجك في مواعيده. لازم تعالج الالتهابات دي الاول، وبعدها شوف السكر هتبقى اخباره ايه. وعندنا الاثنين بيوصلوا لبعض بصراحه. لو الالتهابات موجوده بيخلي السكر ما بيتظبطش، ولو السكر مش مظبوط بيخلي الالتهابات ما بتخفش. فعندنا الالتهابات والسكر ما بيتفقوش مع بعض. ظبط الالتهابات يتظبط السكر، ظبط السكر تتظبط الالتهابات. اخيرا هتكلم اهم حاجه، لو انت بتدخن، التدخين بيقلل حساسيه الجسم للانسولين، وبالتالي كانك ما بتاخدش انسولين كفايه. التدخين بيقلل من حساسيه الجسم للانسولين، فانت كانك طالما حساسيه جسمك للانسولين قلت، فكانك بتاخد جرعات قليله من الانسولين، او كانك ما بتاخدش انسولين بسبب التدخين. كله مستبعد ان التدخين يكون بيعمل كده. التدخين بيبوظ الكبد، وبالتالي بيأثر على تنظيم السكر جوه الجسم. الكبد هو المسؤول، هو منظم السكر داخل الجسم. الإقلاع عن التدخين بيفرق جدا في التحكم في مستويات السكر. من أكبر الرسائل في الفيديو ده إن الإقلاع عن التدخين أهم من أي حاجة. طيب في بعض الحالات بقى البنكرياس بيضعف أو الجسم بيبقى مقاوم للأنسولين، وساعتها إحنا بنراجع الخطة العلاجية تاني، بندي أدوية تزود حساسية الجسم للأنسولين أكتر، بنزود أنواع أنسولينات سريعة المفعول شوية أو قوية المفعول شوية. الخلاصة مش كل ارتفاع في السكر معناه ان العلاج مش شغال.
لكن ممكن يكون اسلوب الحياه هو السبب الاساسي في ان سكرك مش مظبوط. ظبط اكلك، ظبط نومك، اتحرك كتير، اتمشى، تابع بانتظام. هو ده المفتاح اللي يخليك تمشي صح وسكرك يبقى مظبوط وتبقى مسيطر على سكرك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 أكلات ترفع لك السكر حتى لو أنت بتاخد علاجك في مواعيده. العلاج مش كل حاجة بالنسبة لمريض السكر، الدواء لوحده مش هيظبط السكر لو بتاكل الأكلات اللي هقول لك عليها دي. أكبر غلطة بيقع فيها مريض السكر إنه يلخبط في أكله، إنه فاكر إنه بمجرد ما ياخد العلاج يبقى خلاص مش محتاج يظبط أكله ولا حاجة. السكر يعلى منك من غير ما تاخد بالك بسبب إنك بتدخل الأكلات دي في أكلك. أخطر 10 أطعمة على مريض السكر. أول حاجة السكر الأبيض. السكر الأبيض أخطر عدو لمريض السكر، لأنه بيرفع السكر بتاعنا فجأة، يجهد البنكرياس بتاعنا، يسرع إخراج الأنسولين عليه، يسرع حدوث المضاعفات. علشان تتجنب السكر الأبيض في أكلك، امنع تماما السكر في الشاي، امنع تماما الحلويات، امنع تماما المشروبات المحلاة بسكر أبيض. المشروبات الغازية، البيبسي والكولا والعصاير المعلبة، كل دي غنية جدا بالسكر الأبيض. الكوباية الواحدة بتساوي جرعة سكر مركز، ما فيهاش ألياف، فبترفع السكر في دقايق. حتى العصير الطبيعي السكريات اللي فيه مع قلة الألياف بعد ما تعمل عصير بتسبب خطر كبير جدا في رفع السكر. تاني حاجة الخبز الأبيض والمخبوزات، العيش الأبيض، العيش الفينو، الكرواسون، العيش الشامي، كل دوت بيتحول لجلوكوز بسرعة رهيبة، أخطر من السكر نفسه. رغيف العيش الواحد يحتوي على حوالي 20 معلقة سكر أبيض. رابع حاجة الرز الأبيض والمكرونة، دي عبارة عن نشويات مكررة، مؤشر سكري عالي، مؤشر جلايسيمي عالي، شبع كذاب، ترفع السكر وبعدها ترفع السكر بسرعة، يطلع الأنسولين بسرعة، يحرق السكر دوت، تشبع بسرعة، ترفع السكر بسرعة، يطلع عليه الأنسولين، يبدأ ينخفض بسرعة، تبدأ تجوع تاني، خصوصا لو كنت واكل كميات كبيرة منها. خامس حاجة وموجودة في كل البيوت، البطاطس المقلية كارثة يا جماعة، كارثة مزدوجة لمرضى السكر. تحتوي على نشويات ودهون مهدرجة زي الزيت اللي هي مقلية فيه، ترفع السكر، تعلي الدهون الضارة، تضر القلب. يبقى من ناحية خلت لنا سكرنا مش مظبوط، ومن ناحية تضر بصحة القلب. الحلويات بقى الشرقية والغربية، الكنافة، البسبوسة، العيان يقول لك حتة كنافة صغيرة كده، يقول لك حتة بسبوسة صغيرة كده، التورتة، كل دي عبارة عن سكر ودقيق ودهون، ترفع مستويات السكر في الدم، ترفع الدهون الضارة في الدم، خطر جدا على مرضى السكر. الفواكه اللي سكرها عالي زي المانجا، العنب، البلح، التين، الفاكهة صحية لكن مش كلها مناسبة لمرضى السكر. المقليات والوجبات السريعة، الفاست فود، الحاجات دي كلها بتعلي مقاومة الأنسولين وتزود الوزن وتزود الدهون المشبعة، تزود الدهون الضارة وترفع السكر، بتعمل عندنا صعوبة في التحكم في مستويات السكر. الفراخ المقلية، البرجر والبيتزا والحاجات دي كلها ممنوعة لمريض السكر. في بقى عندنا منتجات مكتوب ان هي للدايت، بتبقى مضروبة احيانا. بعض المنتجات بتبقى مليانة نشويات، يقول لك مثلا مخبوزة مثلا بالشوفان فقط، مخبوزة بدقيق الحبة الكاملة، ولكن بيبقى برضه منضاف لها دقيق ابيض من اللي هو بيرفع السكر برضه. اخر حاجه بقى وناس مش متخيله ان هي بترفع السكر جدا برضه، هي العسل، سواء ابيض او اسود.
في ناس عندها معلومه ان السكر الابيض، ان العسل الابيض ما بيرفعش السكر، لكنه بيرفع السكر جدا، وتاثيره قريب جدا من السكر الابيض. يستخدم بحذر شديد وتحت اشراف دكتور. الخلاصه، مريض السكر مش ممنوع من الاكل خالص، بس ممنوع من الاستهتار. التحكم في الاكل يساوي سكر متظبط، مضاعفات سكر اقل، عمر اطول مع السكر باذن الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.